اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوا دمه دمنا، يبقى واحد مننا، أيوة واحد مننا. مصر ايه غير الأصالة والقلوب الطيبين؟ مصر ايه تبني لولادنا حلم بكرة والسنين؟ مصر ايه غير الأصالة والقلوب الطيبين؟ مصر ايه تبني لولادنا حلم بكرة والسنين؟ واللي يرفع اسمنا يبقى أغلى عندنا من حياتنا نفسها، يبقى واحد مننا، أيوة واحد مننا. اليوم الاحتفال بعيد الذكرى 46 على حرب أكتوبر، ويجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته في قوات المسلحة. عاوز أتكلم الأول عن الرئيس أنور السادات. هو صاحب قرار الحرب، وراجل كان شجاع جدا وجريء جدا. والنهارده 6 أكتوبر وتاريخ وفاته كمان، احنا بنحييه. أولا الحرب 67 دي ما كانتش حرب، احنا انضربنا بدون سابق انذار وبدون خطة. وعلى أي حال اللي أنا متذكره إن أنا كنت في طلعة عمليات في حوالي نص مايو، ورجعت المطار وقالوا لنا حالة طوارئ مولانا 100%. يوم 3 يونيو جالنا مندوب من القيادة العامة بنسأله إيه الموضوع؟ قال لا عاملين مظاهرة سياسية ونودي قوات في سينا. قوات بتخش كده ما حدش يعرف، قائد القوة هناك ما عندوش فكرة مين اللي داخل ومين اللي طالع. وبعدين قال لا مفيش أي حاجة، ادوا إجازات. فالناس قالت عاوزين ننزل، قلت لهم نستنوا شوية لأن إسرائيل أعلنت استدعاء الاحتياطي، يعني حاجة لازم نحطها في اعتبار. يوم 6 يونيو أنا مدة ما بنطيرش، قلت ما نطلع نطير نمشي ايدينا شوية، الطيارين بقى لهم مدة 15 يوم ولا 20 يوم ما حدش بيطير. فطلعنا الساعة يوم 5 يونيو طلعنا 3 طيارات واخترقنا السحب وطلعنا فوق، ونفاجئ بالكنترول بيقول لي المطار بينضرب والرنوي في حفر. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي الرنوي بينضرب. قلت له الرنوي ايه؟ قال لي بتاعنا في حفر، هجموا عطلوا الرنوي. بتعمل ايه بقى؟ اتصلت بالجيوش في القياده العامه هناك، قلت له انزل فين؟ الوادي الجديد قصير، اسوان في صواريخ هتضرب، ان ما فيش غير الاقصر. قال له احنا نديك خبر. اتصلت بهم تاني قال له احنا نديك خبر. كنت خلاص انا ماشي بسرعه 1000، نزلت في الاقصر. يا دوبك ما فيش فتره طويله في الاقصر واذا طيارات اسرائيليه جت ضربت، رغم ان المطار مليان بالطيارات، مصر الطيران هناك ضربوا 3 طيارات كومولوف ولعوا. احنا اصبنا بصدمه. الطيارات السلاح بتاعنا رائع. قعدنا على حزن النار، كان الساعه يمكن 11 12. رجعنا ركبنا القطر الساعه 6، وصلنا بني سويف، لقيت الحزن رهيب. طبعا ان الطيارات كلها انضربت
طوبيلوف هنا وغرب القاهره وكل حته. وبعد كده كمان في طيارات مقاتلات انضربت في القناه، والجيش كان بيجري، انضرب ويجري، ما فيش خطه انسحاب ولا اي حاجه، فالضرب كان شغال على الود، والمعدات اتدمرت وبتاع، ضرب مفاجاه. وابتدت من امتى؟ من قبل من قبل ما اطلع القاهره. يعني يمكن الساعه 8 ونص 9 الا ربع وعمالين يضربوا، ما جالناش اي خبر. انا طالع 9 وربع، ما عندناش خبر ولا انذار ان في حاجه بتنضرب. ففوجئنا من الفجأة دي. وصلنا الجيش بقى، الجيش انضرب ومعداته انضربت والناس بقت تجري عشان تعدي القناه. وبعدين قلنا ايه؟ مفيش حل واحنا قاعدين مع بعض، لا حل الا ان احنا ننتقم، لان الشعب فقد ثقته في الجيش خالص، لدرجه ان مفيش حد يقدر لبس الناس ويمشي في الشارع. احنا عندنا في المطار حوالي شهرين 3 ما بنخرجش، ولا حد بيخرج ولا ضباط في الجيش، كله ده فوضى. قلنا لابد من الانتقام. من هنا جاءت بقى حرب الاستنزاف في حرب اكتوبر، التفكير فيه، وابتدينا نشتغل على هذا الاساس. ذكريات حرب اكتوبر كتير قوي يعني، بس انا هذكر منها بعض هذه الذكريات. متذكر لما رئيس السادات خد قرار الحرب، عملنا خطه، القوات المسلحه عملت خطه وخدت وقت طويل، الدفاع الجوي، الجويه، الجيش الثاني، الجيش الثالث، الفريق سعد الشاذلي، احمد اسماعيل. كنا بنراجع الخطه دي في ابريل 73 على تخت رمل، وقعدنا ساعات نتناقش، وانتهى الامر ان احنا وافقنا على تنفيذ الخطه. بعد الخطه دي الحاجه الثانيه 6 أغسطس. 6 أغسطس جالنا وفد سوري. كنت أنا ومحمد عرفاني في شرم في مطروح، بنستريح يومين 3 عارفين الهم اللي جاي، واجتمعنا مع الوفد السوري علشان تحديد ميعاد الحرب. كان الوفد السوري طلس، ناجي جميل، أظن رئيس أركان، بعض القادة منهم، واحنا من جانبنا كان مشير احمد اسماعيل، مشير محمد عرفاني، البحريه، رئيس العمليات، الفريق سعد الشاذلي. واتفقنا على ميعاد الحرب بعد مناقشات، وانتهينا واستقر الراي ان يوم 6 اكتوبر. في سبتمبر حصلت معركه بين سوريا والجويه بين سوريا، فاحنا السادات حب يروح يطمئن كمره اخيره بان احنا جاهزين كلنا للحرب. كان يظن يوم 13 او 14 سبتمبر كان الرئيس السادات طلع معاه في الطياره احمد اسماعيل، محمد عرفاني، وانا ورئيس العمليات، ورحنا قعدنا مع السوريين واطمئنا ان كل حاجه ماشيه تمام وميعاد الحرب مظبوط وكل حاجه. ده في سبتمبر. قبل كده يوم 6 أغسطس لما اتفقنا على موضوع الحرب، رحت للرئيس السادات طلبني في المعمورة، فرحت له، قال لي موقف القوات الجوية ايه؟ قلت له القوات الجوية شغالين جامد، تدريب كويس جدا، وان شاء الله هديك خبر في اواخر سبتمبر. قال لي قول لي اذا كنت انت ناوي عاوز تأجل شوية أأجل. قلت له لا مش هتتأجل ولا حاجة، كلنا متفقين والسوريين متفقين وكل حاجه. 6 أغسطس 28 سبتمبر انا رحت للسادات قلت له احنا بنتحمل المسؤوليه وقادرين نخش الحرب، لان لا مفر لنا من كده، ما فيش طريق اخر غير كده. يوم الثلاث اللي قبل الحرب كانت عدة ايام، الحرب كانت يوم سبت، احمد اسماعيل مشير احمد اسماعيل طلبني بالتليفون، رحت له عاوز يطمئن على موقف القوات الجويه. قلت له موقف القوات الجويه شغاله كويس جدا، التدريب عالي جدا، الخطه هتتنفذ دربنا عليها ومستعدين نتحمل المسؤوليه. قال لي والله كويس ريحتني. ويوم 6 اكتوبر ابتدى بقى العمليات. يوم 6 اكتوبر كان يوم مهم، في يوم مهم وتاريخ مهم في حياتنا،
أنا صحيت الصبح عادي في البيت، كنت بايت في البيت، ونزلت الساعة 7:30 8، رحت المكتب كالعادة، وبعدين وقفت قدام باب المكتب كده وبنتكلم ندردش وبتاع. أولا ما كانش في حد يعرف معنى الحرب، هم عارفين إن في حرب، لكن إمتى وإزاي ما فيش، واتدربنا على وبعدين الساعة حوالي 11:30 كده طلبت رئيس الأركان، جالي وأنا واقف بره، قلت له يا فلان عاوزك تطلع من أنشاص عشان تأكد إن الغلط المقاتلات بتاع الحماية، وأنشاص ده مطار ميج 21 دفاع جوي، إنه هيطلع في ميعاده علشان يأمن المقاتلات القذفة اللي هتضرب في من بلبيس. قال لي الحكاية بجد ولا إيه؟ قلت والله مش بجد، ووقفت برجع. هو ما كانش عارف ميعاد الحرب، لكن عارف الخطة كويس، ورئيس العمليات عارف الخطة كويس، لكن أنت أنا كنت متكتم دي جدا، لأن عنصر المفاجأة كان مهم جدا للغاية، لأن لو كنت حد عرف وتسرب إسرائيل هتكون مستعد. فكنت حريص جدا ما أقولش كلمة لحد، ولا رئيس العمليات ولا رئيس الأركان، الخطة مشتركين فيه، قناة الأنوية كله بيجوا وعرضهم وكل حاجة، يعني كل حاجة معروفة. ال 6 أكتوبر بقى كان في حاجة عاملين مهمين جدا. أولا السرية دي كانت ما فيش كده. نمرة 2 ضربت مركز العمليات الرئيسي على تبس مرجم في سيناء. دي أهم ضربة اللي بتأمن لي كل العملية الهجومية. جبت قائد طيار بتوع طبلوف، أنا كنت قائد اللواء طاير وعارف البتاع دي، وفهمته بصاروخين 2، كل صاروخ في جناح، والصاروخ طيارة بس فيها كل 1000 كيلو جرام متفجرات، وله فيه رادار وفيه كل حاجة، ومرتبط برادار الطيارة، واخد بالك؟ واديته تدخين عاوزك تضرب محطة البتاع ده، المحطة مركز العمليات ده، في مركز اتصالات، في رادارات، في كل حاجة موجود. وهتطلع الساعة 1:30 من غرب القاهرة، تطلع على طنطا وبتاع، وبعدين تخش على محمد ورايح على بصوير. اطلاق الصاروخين ينضربوا كلهم الساعة 2:10 من 120 كيلو من الهدف. الأهداف دي في 50 كيلو، عندنا 70 كيلو تأتي، احنا ضاربين من حوالي 70 كيلو، لكن هي تضرب من 120 كيلو، وتسيب الصاروخين، الصاروخ 1000 كيلو جرام، صاروخين 2 كل واحد 1000 كيلو جرام، ومرتبطين برادار الطيارة. الطيار بيمسك الهدف عنده، ينقله على رادار الصواريخ ويطلق، مهما عملوا طفوا ما طفوش المحطات، الصاروخين راح ينضربوا، نسفوهم، اتقطعت الاتصالات. لدرجة مدير الإشارة بتاع المركز العمليات الرئيسي بيكلمني بالتليفون وقت بعد العملية، بيقول لي الاتصالات قطعت بيننا وبين إسرائيل، انتوا عملتوا حاجة؟ قلت له هسأل وأقول لك. المهم طلع الطبلوف ضربت الساعة 2:10، والساعة 2 بالظبط الطيارات عملت ونفذت المهمة بتاعتها كاملة، وارتفعت المعنويات يومها بشكل ملوش مثيل. وبعدين ما رجعت الطيارات نزلت، تأكدنا ان كل حاجة اوكي، كلمت غرفة العمليات الرئيسية، رد عليها المشير احمد اسماعيل، بقول له يا فندم، قال له اتكلم مين؟ قال له حسني، قال له هاتولي. فكلمته بالتليفون، قلت له تمينا الضربة والخسائر لا تذكر، لكن نجحنا والضربة قامت بمهمتها. بصيت لقيته هو ساعة التليفون وهو ماسك البترول، كسبنا الحرب يا ولاد بعصبية. مهرجة المنصورة ابتدت، كانوا دخلوا وقدروا يتسللوا للمنصورة مرة قبل المغرب، وحفروا حفرتين ووقفوا المطار، لكن اتصلح بالليل، وعندنا فرقة هندسية شغلتها تغليق قفل النحو، والمطار اشتغل من الصبح. هم عاوزين يشيلوا المطار ده بأي ثمن، لأن مركز المقاتلات موجود المنصورة، بتخش أنشاص
كله الكنترول في المنصورة. يعني المطارات بتيجي من أنشاص بتخش تحت قيادة قائد المنصورة، من أبو حماد قيادة المنصورة. فالمنصورة عندهم موضوع خطير جدا، فهم عاوزين يضربوا المطار ده. فجم يوم 14 أكتوبر دخلوا المراقبة بالنظر، كانت بتدي البلاغات بتاعتها للي جاي من على البحر وواطي لغرفة، اللي هو عندهم غرفة عمليات صغيرة، وبعدين غرفة عمليات دي بتدينا احنا الغرفة. فاتفقت مع الدفاع الجوي، ظبطنا الترددات، بيدي هنا وفي نفس الوقت بنسمعه عشان في وقت ضايع بيكونوا وصلوا للشط. فسمعنا ان في المراقبة والنظر طيران منخفض من على البحر كذا كذا، طلعنا الطيارات على طول وكل التشكيلات كانت جاهزه. يعني الحاله الاولى طلعت، الحاله الثانيه بقت اولى، وهكذا. وفي انشاص نفس الحكايه، وفي ابو حماد نفس الحكايه. وابتدت المعارك، ضربنا الطيارات اللي فيها اللي شايله قنابل، وابتدت معارك جويه بقى. كانت معركه جويه مش معركه حاجه ثانيه. ضربنا فيها يمكن حوالي 17 18 طياره على ما انا متذكر. عندنا نطر بقى الوقود خلص، لانه بيفتح البتاع الاضافي ده بيستهلك وقود كتير جدا. وبعدين خسرنا 4 طيارات ورجعت الطيارات بتاعتنا، وابتدينا بعد كده اسرائيل ما دخلتش عندنا في المنطقه جهه المنصوره على الاطلاق ابدا. ابتدينا نشتغل بقى على ايه؟ الصخر. اعتبرنا بقى يوم 14 اكتوبر ده عيد القوات الجويه، لان اكبر معركه حصلت جويه فيها عدد كبير جدا من مقاتلات اللواء من 104 و102، وهم التمويل بتاعهم مستمر، ففي قتال جوي قعد 50 دقيقه. اطول معركه يعني الواحد يسمع عنها دي. عشان كده انا قلت للوزير نعتبر عيد القوات الجويه، انا موافق عليها، وعيد القوات الجويه لحد اليوم، وانا اللي اقترحت هذا العيد. الثوره دي حصلت في المنطقه ما بين الجيشين، كانت نقطه ضعيفه، ومنها تسللوا وعملوا كوبري وقتلوا في القوات بتاعتها. لكن القوات الجويه طلعنا بطلعات في ضرب القوات دي وضرب الكباري، وكسرناها مره والثانيه اكتر من الطلعات اللي طلعناها من اول الحرب لحد ما ابتدت الثوره. كميات كبيره من الطلعات. ضربنا في الثوره، ضربنا ضرب جامد جدا، وضربنا في القوات اللي عملت، وضربنا في مطار فايد. ضربنا فيه، كان محطوط معدات عشان ينزلوا هناك، ضربنا عليه ورمينا القنابل هناك جامده، طياره طوبلوف بالليل، وبهدلنا الدنيا كلها. فلما حصل كده السادات كان موجود قبلها لما حصل الثوره. فقال احمد اسماعيل ودي سعد يروح يشوف الجيشين ويخلصنا موضوع الثوره. هو كان عنده راي يعني. وبعدين راح سعد الشاذلي ورجع وقال لك لا، لازم نسحب قوات من هناك. فانا عديت عليه وقلت له نسحب قوات ايه؟ انا ما عنديش خطه انسحاب. الانسحاب ده عاوز قوات مضاعفه، مقاتلات مضاعفه، لان انا هضرب في العدو من بورسعيد لحد جنوب السويس، عندي 3 ألواء ما ينفعش. فانسحاب لا يمكن، لكن في هجوم انا القوه مظبوطه. فدخلت على احمد اسماعيل، قال لي سمعت سعد شاذلي؟ قلت له اقول لك حاجه، كلم الرئيس السادات. مو الرئيس السادات جه، قلنا بس اللي قاله سعد الشاذلي. السادات بقى اتضايق جدا وقال لنا اجتمع المجلس الاعلى في الغرفه. المجلس الاعلى قائد الدفاع الجوي، انا، البحريه، قائد الجيش الثاني، قائد الجيش الثالث، قائد المنطقه المركزيه، وبعدين الجنرال سعد الشاذلي والوزير. فعملنا اجتماع، وقعد السادات ده اول ما بيسال عاوز اسال القوات الجويه موقفها ايه؟ قلت له اقدر استمر في القتال بس باستخدام القوات بتركيز، ما مش اضرب منها حاجه. القوات الجويه مش حد الجيوش ده سرب وده سرب، كله انا هسيطر عليه عشان تبقى ضربه جامده.
ضربنا ضربات جامدة جدا. وبعدين السادات بعد الاجتماع قال لنا سنستمر في القتال، لو العدو قاتلنا في القاهرة هقتله، في مطروح هقتله، لكن لن أنسحب. الحقيقة يعني معنوياتنا ارتفعت. كان قاعد محمد علي فاهم وقرصني وانا قرصته، انبسطنا جدا. خفنا انسحاب هتبقى كارثة أكتر، هتبقى مصيبة، هتبقى الجيش المصري انتهينا إلى الأبد وهنتحاكم كلنا ومحدش عارف مصيرنا هيكون إيه. الحقيقة كان معنويات، والجيش برضه معنوياته ارتفعت خالص، ورجع كل واحد وطلعنا طلعات فوق الثغرة دي تفوق عدد الطلعات اللي طلعناها في الحرب كلها. حفل التكريم ده احنا عرفناه كان في مجلس الشعب، ويومها كان الرئيس السادات كان موجود، وما دخلنا المجلس دماغنا لفت جابت 67 واللي جرالنا، وانا بالذات ضربت في الاقصر، ضربت في الاقصر وكان يوم نكد. وبعد كده الطيارات بتاعتنا انضربت، كان يوم اسود 67 دي، كنا متبهدلين كلنا، وكنا ما نقدرش نمشي في الشوارع، الشعب كان ضدنا، وكان كل موقف وحش جدا. لازم نعرف دلوقتي التكريم ده عشان يكرم القوات اللي حاربت في 6 أكتوبر، وليس تكريم للشخص. يعني أنا كقائد قوات جوية مش بتكرم عشان شخصي، أنا القوات بتاعتي طيارين، فنيين، عساكر، جنود، فالتكريم لهم في شخصي أنا، وكذلك الدفاع الجوي، وكذلك الجيوش. فالتكريم شيء نفخر به كلنا. التكريم ده اولا كانت علاقتنا بيه كلها كويسه. يعني مثلا انا خاطب رئيس الاركان بالوزير بقائد الجيش الثاني بقائد الجيش، بقت علاقات قويه جدا، لان احنا كلنا اشتركنا في حرب، وكلنا في معركه نكون او لا نكون. يعني يا اما هننجح ونبقى دوله، ولا هننهزم وهتنتهي البلد بالشكل ده. فهذا كان العمل المهم بتاعنا. لما الشريط يرجع لايام 67 والجيوش يوم 67 اتبهدلت، وكلنا كنا عاوزين اليوم ده اللي نفخر فيه بالانتقام والنصر، وكنا محتاجينه. دلوقتي معنويات الشعب ارتفعت بعد حرب اكتوبر، معنويات الشعب ارتفعت، القوات المسلحه معنوياتها ارتفعت، القاده معنوياتهم ارتفعت. فده بقى اصبح درس يدرس للاجيال القادمه. ايه 67 وايه 73؟ 73 عملناها عشان نكون او لا نكون، فكنا نجحنا فيه، انتصرنا في الحرب، قدمنا مثل طيب جدا للشعب. ولنا ان نتخيل ماذا كان سيكون موقف مصر اليوم لولا انتصار حرب اكتوبر. تحياتي للشعب المصري واتمنى له كل خير. وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار، اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار، اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوا دمه دمنا، يبقى واحد مننا، أيوة واحد مننا.